السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. في الفيديو تاع اليوم جبت لكم وصفة رائعة تاع صبلي بالمربى. الجاتو المعروف في المناسبات تاعنا، يعني في كامل المناسبات لازم يكون على المائدة تاعنا. دونك الوصفة ناجحة 100% والمقادير مضبوطة. كما راكم تشوفوا الشكل تاعو يبقى هو كي تدخليه للفور كي تخرجيه بعد ما يطيب، يبقى ما يتكمش ما يتحرك ما يتبدل الشكل تاعو. تبعوا الخطوات وتبعوا المقادير حتى النهاية راح تنجحوا فيه بإذن الله. كاين مبتدئات بزاف اللي يحبوا يتعلموا الحلويات وما ينجحوش في الوصفة، دونك تبعوا الوصفة بالتدقيق. وما تنسوش حبيباتي الاشتراك في القناة ولايك الفيديو إذا عجبكم الفيديو. نروح مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. عندنا 250 غرام تاع مارغرين، يعني لابواط تاع 500 غرام نقسموها على زوج ولا تشرو بواطه تاع 250 غرام. عندي كاس سكر كلاص وكاس مايزينا، 4 حبات بيض، نديرو 3 صفار وحبه بيض كامله، ساشي تاع خميره كيميائيه و لافاني، كاس صغير تاع اتاي تاع زيت باش يجي هشيش الكاتو تاعك ويجي طري، والفرينه باش نلمو العجينه. نروح لطريقة التحضير. نشدو هذيك الابواط نقسموها على زوج، ندي منها 250 غرام. لازم تكون طرية يعني بحرارة المطبخ. إذا كانت في الثلاجة نحوها يعني حوالي ساعة ولا مقبل إذا كان الجو دافي باش تجي طرية. واللي حابة تستعمل ميزان تقدر تستعمل ميزان باش توزن يعني بالتدقيق 250 غرام. سينو تقسمي هذيك الكمية يعني على زوج عادي. نزيد له الكاس تاع السكر كلاص ونخلطهم مع بعض. اللي عندها الباتور الأحسن تدير بالباتور، يعني تخلطهم بالباتور باسكو كي تخلطي هادو بالباتور أحسن يجي الكاتو تاعك هشيش وطري ويكون ناجح. اللي ما عندهاش تقدر بالمغرف ولا بيدها ولا بالفوي، كيما المهم يتخلطوا مليح. مقادير: نزيد الكاس تاع الزيت، يعني كاس صغير تاع اتاي ماشي كاس كبير باش يجي الكاتو تاعك طري. نحاول نخلط مليح المقادير باش الزيت هذاك يتخلط مع المقادير. ونبدا نزيد في المايزينا. لان اذا ما خلطناش المقادير هذو مليح، يعني خاصه كي نضيفو الزيت راح يخرج هذاك الزيت في العجينه كي نبداو نشكلو فيها ولا كي تبدا تطيب ممكن يخرج فيها ليدام. ما درتش تسريع الفيديو لان كاين مبتدئات اللي يحبوا يتعلموا، دونك نخلي لهم الفيديو كيما راه باش يديروا يعني الوصفه، يشوفوا الوصفه بالتدقيق، يشوفوا كلش كيفاش طريقه التحضير.
على بها ما حبيتش نسرع الفيديو، سمحوا لي راح يجي طويل شويه بصح هكا تجي الوصفه يعني كيما تحبوا تتعلموها. دونك نكسر البيضه الاولى وندير 3 صفار بيض ونخبي نحتفظ بالبياض. فوالا نحي البياض وحده. زيت صفار ثانية. ونزيدو الثالث. نخبيو هذاك البياض يعني نحتاجوه في الوصفات الاخرى. هنايا نزيدو لافاني باش يعني تتنحى ريحة البيض، باش ما يجيش الكاتو تاعنا فيه ريحة البيض. نديرو مغرف كبيرة تاع لافاني. نخلطو كامل المكونات مع بعض، يعني في كل خطرة نزيد مكونات نخلطهم مليح. حتى يجي الخليط كامل كريمي على شكل كريمة. هنايا نبدا نزيد في الفرينة. اذا الفرينة تاعكم نوعية جيدة استعملوها دايركت، سينو تقدروا تغربلوها اذا ما راكمش متاكدين بالنوعية تاعها. مع الفرينة نزيدو الساشي تاع الخميرة، ما نديروش يعني مع الخليط الاول باش ما يتعلقش. دونك نزيدوه مع الفرينة، توجور الخميرة نديروها مع الفرينة. فوالا نبدا نلم بيدي حتى نشوفوا العجينة يعني متماسكة. ما نديروهاش طريه بزاف وما نديروهاش يابسه بزاف، باسكو الفرينه ممكن تجي تشرب. اذا درنا بزاف يعني تجي العجينه تاعنا يابسه بزاف والتشكيل تاعها يجي صعيب. على بها دي فوا وحده يعني كي دير صابلي الشكل تاعو يتغير. على جال الفرينه كي ديري بزاف ولا ديري ما ديريش بزاف، يعني لازم ما تقدريش تعرفي يعني شحال ديري المكيال تاع الفرينه. كاين اللي يحبوا المقادير بالكاس ولا بالميزان، يعني ما تقدريش تعرفي شحال بالضبط الفرينه. حتى نشوفوا هكا العجينه متماسكه، ومن بعد نحطوها في الثلاجه حوالي نص ساعه. يعني هذه نسيت ما صورتش يعني كيفاش خرجت لي العجينه.
دونك نحطوها في الثلاجة ترتاح حوالي نص ساعة، وبعد باش نبداو نخدمو بها نحطو هكا ساشي من التحت وساشي من الفوق، خاصة المبتدئات باش يسهل لهم التشكيل تاع الصابلي وباش ما يتبدلش الشكل تاع الحبة. باسكو كي نديرو هكا بلا ساشي يعني نبداو نشكلو العجينه بلا ساشي، دونك كي نرفدو هذيك الحبه الشكل تاعها يتبدل. اون بليس كي نديرو بالفارينه يعني لازم ما نديروش الفارينه للعجينه باش ما تيبسش العجينه وما يتبدلش الشكل تاعها. دونك هذا لاستوس تجي الحبه تاعو تجي ملساء تجي هايله، يجي الشكل تاعها شباب. فوالا شوفوا العجينة كيفاش تجي ملساء، كيفاش تجي يعني شابة، هكاك تخرج الحبة تاعو. نبداو نشكلو يعني نبداو كامل بالحبات الفوقانية باش يجي الشكل تاعهم شباب. ومن بعد باش نديرو الجهة التحتانية يعني نكونو عاودنا العجينة، عاودنا لميناها وعاودنا عجناها شوية، يعني ممكن يتبدل الشكل تاعها، سينو الشكل تاعو يبقى هو كما قلت لكم مع الاول. فوالا نبداو نرفدو الحبة غير بالعقل باسكو الصابلي يعني يجي هشيش شوية، يجي يكون طري شوية العجينة تاعو، يعني لازم نرفدوه غير بالعقل نسيسوه ونحطو في البلاطو تاعنا. نكونو درنالو ورق الطاهي، ولا اذا ما عندناش ندهنوه بالزبدة ولا بالزيت ونرشولو الفرينة. نكونو سخنا الفور تاعنا من قبل وندخلو على درجة حرارة متوسطة، نديرو السنيوة تاعنا في الوسط. ومن بعد كي يطيب شوفوا انا نحبو يحمر شويه، يتحمر. كاين اللي يحبوه يجي بيض ولا صفار هكاك يخلوه يعني ما يطيبش بزاف، انا ما نحبوش هكاك، نحبو كي يطيب محمر، يطيب مليح. تزيين اختياري، يعني انا درت له شويه لا كونفيتور، دهنتو بلا كونفيتور وندير له من الفوق هكا الكاوكاو. كاين اللي يديروا له يزينوه بشوكولا، كاين كل واحد كيفاش يحب التزيين تاع الصابلي تاعو. يعني هذه فكره باش تزينوه وباش يسهل لنا يعني طريقه. دونك نزينو قبل ما نلصقو باش ندير له مباشره الكاوكاو كامل من الفوق، واللي يطيح على الورق هذاك اني نخبيه ونعاود نخدم به. دونك من بعد باش نلصقو ونكمل نزينو بالكونفيتور. هكا نخليه شويه حتى يلصق الكاوكاو هكاك. ومن بعد باش نلصق الحبات يعني زوج بلا كونفيتور، وتقدري تزيدي له خطوط بالشوكولا من فوق، ولا تقدري تخليه هكا يعني كما قلت لك التزيين يكون اختياري. اذا وصلتي لهنا حبيبتي ومازال ما درتيش لايك، حبيبتي ديري اللايك للفيديو. اذا تقدروا بارطاجيو الفيديو باش تطلعوا الفيديو باش يشوفوه الغير يستفادوا منه، نتوما ثاني تستفادوا. بالنسبه اللي مازال ما اشتركوش في القناه يشتركوا في القناه باش يشوفوا الوصفات اخرى ان شاء الله. فوالا بعد ما زينتو كامل، دوك الكاوكاو هذاك اللي يطيح كامل في البابي هذاك نعاود نلموه ونخبيه. شوفوا شكرا حبيبتي للمشاهدة، وإن شاء الله تنجحوا في الوصفة. هكا ومن بعد باش نديرلو المربى في الوسط، يعني هكا نلصقو برك ومن بعد نزينو نديرلو مربى. نقدر اذا تقدروا تشريو هذاك المربى تاع الكرز يجي شباب بزاف يعني باللون الأحمر،
نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. مع السلامة.